هقول لك على حاجة بسيطة بس هتفرق معاك جامد. 95% من الحاجات اللي بتبوظ يومك مش بسبب الناس ولا الظروف، بسببك انت، بسبب الطريقة اللي بتفكر بيها. احنا بنصحى كل يوم بندخل خناقة صغيرة مع نفسنا من غير ما نحس، نقلق، نتوتر، نكبر اي حاجة صغيرة لحد ما تبقى كبيرة في دماغنا، وفاكرين ان المشكلة برانا وهي جوانا احنا. بس تعالى اقول لك حاجة صغيرة يا صديقي العزيز، انت مش بتقدر تتحكم في كل حاجة حواليك، بس تقدر تتحكم في حاجة واحدة بس تقدر تغير بيها كل حاجة، وهي طريقة تفكيرك. ولما تغيرها هتحس إن كل حاجة حواليك بقت أهدى. الكتاب ده اتجمع فيه مبادئ بسيطة جدا، الناس اللي جربتها قالت حياتنا اتغيرت من بعدها. الفرق كله في حاجة واحدة، بدل ما تسيب الفكرة السلبية تكبر بتوقفها بدري. بدل ما تقول اليوم صعب ومش قادر أكمل، قول اليوم صعب بس أنا هعرف أعديه بطريقتي. الناس اللي مشيت على الكلام ده لاحظوا حاجة غريبة جدا، علاقتهم بقت أحسن وشغلهم اتظبط ونفسيتهم بقت أهدى بكتير. مش كلام نظري، لأ، ده كلام ناس عاشت وجربت. والحلو إن المبادئ دي مش جديدة، هي دي نفس المبادئ اللي بتخلي الانسان يعيش مرتاح، بس اتقدمت بطريقه سهله تقدر تجربها من النهارده. فلو انت حاسس ان انت واقف مكانك بقالك فتره، اعرف ان في حاجه حلوه مستنياك، بس مش هتوصل لها غير لما تاخد الخطوه الاولى. وربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. السؤال بقى، هتبدا ولا هتاجل تاني وتقول مش وقته؟ لو قررت تبدا اكتب لي تحت في التعليقات انا هبدا، وما تنساش تبعت الفيديو ده لحد محتاج يسمع الكلام ده. شرح الجزء الأول من كتاب قوة التفكير الإيجابي للمؤلف نورمان بيل. مشروبك الجميل اللي أنت بتحبه، ويلا نغوص في بحر الكتب ونستفيد. أهلا وسهلا بك في قناة إندوريد، حيث العلم والمعرفة وتطوير الذات. أنا محمد حسام، وهنا في القناة بقدم لك شرح الكتب اللي أنا بقرأها بالتفصيل وبأسلوب سهل وواضح، بحيث إنك تعيش مع كل معنى وتاخد فايدة القراءة بدون ما تقرأ. لو أنت من الناس اللي بتحب النوع ده من الفيديوهات، شرفنا باشتراك. هقول لك على حاجة بسيطة يا صديقي العزيز بس بتغير حياة ناس كتير، وهي آمن بنفسك. أيوة، الكلام ممكن يبان تقليد، بس الحقيقة اللي توجع بجد إن 80% من الناس اللي واقفة مكانها مش عشان ما عندهاش قدرات، واقفة عشان ما عندهاش إيمان بقدراتها، ما عندهاش حد يقول لها أنت تقدر، أنت تستاهل. تعالى معايا أحكي لك قصة على الكلام ده. تخيل معايا راجل عنده 40 سنة عاش عمره كله حاسس إنه قليل وملوش لازمة، وصوت جواه بقاله 40 سنة بيقول له أنت قليل، أنت مش قدها. الصوت ده بقى جزء منه حرفيا، بيدخل معاه اي مقابله، اي اجتماع، اي خطوه جديده. فالراجل ده راح للدكتور نورمان بيل وحكى له على اللي بيحصل، وقال له انا بكون عندي مقابله مهمه جدا في الشغل، وقبلها بيوم بكون مرعوب وعارف ان هبوظ الدنيا. فالدكتور قال له انت ليه شايف نفسك كده؟ فرد وقال عشان اتعودت من وانا صغير وكل اللي حواليا بيقللوا منه من قدراتي. وهنا بالظبط كان التشخيص. المشكله ما كانتش فيه هو، المشكله كانت في البرمجه اللي اتعملت له من وهو صغير. المشكله في الصوت اللي عايش معاه، الصوت اللي بيكسره قبل ما يتحرك خطوه. والحل كان في خطوتين اتنين بس، خطوتين اتنين بس يا صديقي العزيز، بس اللي بيعملهم بيغير حياته حرفيا. اول خطوه انك تفهم ان الاحساس ده مش حقك، وان ده مرض اسمه عقده النقص وبيتعالج. زي ما بتروح لدكتور لما رجلك تتكسر، لازم تعالج دماغك لما نفسك تتكسر. مفيش حاجه اسمها انا بقيت كده وخلاص، لا، انت كده عشان اتعودت على كده. والعلاج بيبدا لما تبطل تصدق الكلام السلبي اللي بتقوله لنفسك كل يوم، لما تبطل تصدق انك فاشل، لما تبطل تصدق انك اقل من الناس. تاني خطوة إنك تزرع كلام جديد مكان القديم. قبل ما تنام وأول ما تصحى قرر الجمل دي كذا مرة: أنا عندي قوة كافية، أنا قادر أتعامل مع أي موقف، أنا واثق من نفسي. مش مرة واحدة وخلاص كده، قرر لغاية لما عقلك يزهق ويصدق، لحد ما الكلام الجديد يبقى أعلى من الصوت القديم. فالراجل اللي كنا بنتكلم عليه من شوية عمل الكلام ده، وبعد شهرين بعت رسالة للدكتور نورمان بيل وقال له أنا مش مصدق اللي حصل لي، بقيت بدخل أي اجتماع وأنا واثق، بقيت بتكلم وأنا رافع راسي، الناس بقت بتسمع لي وبتحترمني، حتى أنا كمان بقيت بحترم نفسي. بيقول أول مرة أحس إني إنسان. عارف ده ليه حصل؟ عشان لما بتغير الكلام اللي بتقوله لنفسك سلوكك بيتغير، ولما سلوكك بيتغير النتيجة بتتغير، ولما النتيجة بتتغير الناس بتشوفك بشكل مختلف، وانت بتشوف نفسك بشكل مختلف. وخليني احكي لك قصة تانية هتثبت لك الكلام ده على ارض الواقع. الدكتور نورمان بيل بيحكي يقول في يوم شتاء بارد جالي راجل 52 سنة عن فندق، شكله مكسور وعينه فيها يأس. اول ما قعد قال كل حاجة انتهت، كل اللي بنيته في حياتي ضاع، انا كبير ومش هعرف ابدا تاني من جديد. فقعدت معاه وسالته سؤال غريب شويه: متجوز؟ قال لي ايوه متجوز بقالي 30 سنه، ومراتي ست رائعه عمرها ما سابتني مهما حصل. قلت له تمام، اكتب دي في الورقه اللي قدامك هنا. فسالته تاني: عندك اولاد؟ رد وقال 3. ولما شافوني متضايق قالوا له يا بابا احنا بنحبك جدا وهنفضل جنبك وفي ظهرك. قلت له اكتب دي كمان، دي لوحدها ثروه. وسالته تالت مره: عندك اصحاب؟
رد وقال ايوه، صحابي بيحترموني جدا وقالوا لي هنفضل جنبك مهما حصل. فسألته تاني عن صحتك، قلت له صحتك عاملة ايه؟ قال لي كويسة والحمد لله، تعبت كام يوم كده بس دلوقتي الحمد لله تمام. قلت له اكتب دي كمان في الورقة اللي عندك، دي نعمة ناس كتير بتصحى مش لاقياها. فسألته انت عايش فين؟ قال لي في امريكا، البلد اللي بحبها، بلد الفرص. فسألته اخر سؤال، بتؤمن بربنا؟ قال لي ايوه، ومن غيره ما كنتش هعرف اعدي كل ده، انا عارف انه جنبي ومعايا. بعد ما خلصنا اديته الورقة وقلت له بص فيها كده، فين اللي كل حاجة انتهت؟ انت عندك زوجة رائعة واولاد بيحبوك واصحاب بيحترموك، وعندك صحة وعايش في بلد فيها فرص وبتؤمن بالله، فين المشكلة يا راجل؟ فالراجل بصلي وابتسم بكسوف كده وقال لي انا ما كنتش بفكر في الحاجات دي خالص، وكنت مركز على اللي ضاع بس. الامور مش سيئة للدرجة دي، انا ممكن ابدأ من جديد، ولو حسيت بثقة وقوة اقدر اواجه اي حاجة. وهنا السر يا صديقي العزيز، تصرفك اهم من الواقع. الواقع ممكن يكون صعب بس طريقة تفكيرك هي اللي بتحدد انت هتنجح او لا. افكارك ممكن تخليك ما تتقدمش، بس لو فكرت بايجابيه هتقدر تتغلب على اي مشكله. طب تعمل ايه عمليا عشان تبني الثقه ديت وما ترجعش تتهز تاني؟ بص يا صديقي العزيز، في قواعد بسيطه جدا الاف الناس جربوها وفرقت معاهم جدا. اول قاعده، ارسم في دماغك صوره ليك وانت ناجح. عقلك الباطن مش بيفرق بين الحقيقه والخيال، هو بيشتغل على اللي بتشوفه في خيالك. فشوف نفسك ناجح واقف بتتكلم بثقه، حتى لو الامور شكلها سيء دلوقتي خليك شايف النهايه حلوه. تاني قاعدة، أول ما تجيلك فكرة سلبية بدلها بفكرة إيجابية على طول، ما تسيبهاش تقعد في دماغك. جيتلك فكرة سلبية أنا هفشل، رد عليها على طول، قول أنا عملت حاجات صعبة قبل كده كتير وهعدي دي كمان. تالت قاعدة بقى، ما تكبرش المشكلة في خيالك. إحنا بنقعد نتخيل أسوأ سيناريو ونعيش فيه. ادرس المشكلة وحلها بس اوعى تكبرها، 90% من اللي بتخاف منه عمره ما يحصل أصلا. رابع قاعدة بقى، ما تبصش لغيرك وتقارنش. ما تقارنش كواليس حياتك بعرض حياة الناس على السوشيال ميديا. وهقول لك على حاجة حقيقية يا صديقي العزيز، أغلب الناس اللي بتشوفهم واثقين من نفسهم بيخافوا برضه، بس هما بيعرفوا يداروا. خامس قاعدة معانا، كرر الجملة ديت 10 مرات في اليوم، إن كان الله معنا فمن علينا. وقف الفيديو دلوقتي بقى وقولها ببطء وثقة، الجملة دي لوحدها بتشيل الخوف من جذور. وهقول لك على حاجة حلوة من عندنا بقى هتفرق معاك جدا، هات ورقة وقلم واكتب عليها الجملة ديت بخط كبير وواضح، وشوف أكتر مكان بتحب تقعد فيه في البيت وعلقها قدامك. علقها على أي جدار عندك، أنا شخصيا عملت كده، شفت أكتر مكان بحب أقعد فيه في البيت وعلقتها قدامي، عشان كل ما عقلي يشوفها ويقرأها يتبرمج عليها. يا أخي أنا كل ما بقرأ الجملة ديت بحس بطاقة جبارة، إن كان الله معنا فمن علينا. قول لي أنت مين هيكون معاك أحسن من ربنا سبحانه وتعالى؟ جرب تعمل الفكرة ديت وبجد هتشوف الفرق بنفسك. سادس قاعدة، افهم سبب الإحساس اللي جواك ده. اقعد مع نفسك واسأل إمتى بدأت أحس إن أنا قليل؟ ومين قالك كده؟ تقريبا أغلبه بيجوا من الطفولة. لما تفهم السبب نص المشكلة بتتحل. سابع قاعدة معانا وهي دايما قرر الجمل اللي هتديك طاقة إيجابية. بص يا صديقي العزيز، اللي بتقول لعقلك عقلك هيصدقك، فلو فضلت تقول أنا فاشل هتفضل فاشل فعلا. الموضوع بسيط. فاكر القاعدة الخامسة لما قلنا إن كان الله معنا فمن علينا؟ هي دي الجملة، دي مش جملة وخلاص، دي بتديك طاقة إيجابية وبتطرد أي فكرة سلبية في دماغك على طول. فاللي عايزك تعمله دلوقتي اكتب 3 جمل إيجابية على موبايل، زي أنا أقدر، أنا قوي، ربنا معايا، وكررها كل يوم أول ما تصحى. كرر وكرر وكرر لحد ما مخك يصدق بجد، وبكده أنت تكون صدرت له الطاقة الإيجابية. تامن قاعدة معانا، قيم قدراتك صح بس اوعى تتغر، لكن ما تقلقش من نفسك برضه. اكتب 5 حاجات بس أنت شاطر فيهم، 5 حاجات بس، آمن بالطاقة اللي ربنا بعتها لك. تاسع قاعدة معانا، سلم أمرك لله وقول أنا بين إيدين ربنا. اقعد 5 دقايق في البيت لوحدك في سكون وتأكد إنك مش لوحدك، هتحس بطاقة وسلام جواك وإنت مش عارف مصدرها. دي بقى القوة الحقيقية. عاشر قاعدة والأخيرة معانا، ذكر نفسك دايما إن ربنا معاك ومفيش حاجة تقدر تعجزك، مش مجرد كلام، عيشها بجد، امشي وإنت حاسس إن في حد سندك. خليني أقول لك حاجة مهمة عن التكرار. أنت عارف ليه بنصدق الكلام السلبي بسرعة؟ عشان اتكرر علينا 1000 مرة، فلو عايز تصدق الكلام الإيجابي لازم نكرره 2000 مرة. الثقة مش بتيجي بالتبني، الثقة بتتبنى بالتكرار، زي العضلة بالظبط، كل ما بتشغلها أكتر بتبقى أقوى. كل ما تقول لنفسك أنا قادر العضلة دي بتقوى. عارف إن وسط المشاغل والمهام اليومية الموضوع صعب، بس لو أنت فعلا عايز تغير حياتك لازم تربي عقلك من جديد، لازم تعلمه يفكر صح وتزرع جواه بذرة قوة. والحلو ان انت ممكن تعمل ده وسط زحمة يوم، وانت سايق وانت قاعد لوحدك وانت في شغلك. في حاجة اخيرة لازم تفهمها، الخوف مش بيروح بالكلام، الخوف بيروح بالحركة. انت ممكن تقعد سنة تقرأ وتسمع عن الثقة،
بس عمرك ما هتتغير. لكن لما تعمل خطوة صغيرة وانت خايف، الثقة بتزيد 1%، وبعدين خطوة تانية بتزيد 1% كمان، لحد ما تلاقي نفسك بعد فترة بقيت شخص تاني خالص. فما تستناش تبقى واثق 100% عشان تتحرك. اتحرك. اتحرك وانت خايف، اتحرك والثقة هتيجي في الطريق. فلو انت حاسس ان انت واقف مكانك بقالك فترة، اعرف ان المشكلة مش في الظروف، المشكلة في الصوت اللي جواك. الدكتور نورمان بيل بيقول إن أكتر حاجة بتمنعك تنام مرتاح هي الزحمة اللي في دماغك، هموم بقى، أخبار، كلام سلبي بتقوله لنفسك كل يوم، وتروح للسرير وأنت شايل كل ده معاك. الحل بسيط خالص، قبل ما تنام فضي دماغك، زي ما بتفضي جيبك قبل ما تنام من الحاجات اللي أنت مش محتاجها، فضي دماغك برضه. خليني أحكي لك 3 مواقف حصل للدكتور نورمان بيل وضحوا له الفكرة دي. الموقف الأول بيقول: كنا قاعدين 3 أشخاص بنفطر في أوتيل، وجيت سيرة النوم. واحد فينا قال: أنا نمت نومة مش كويسة خالص امبارح، دماغي كانت مليانة قلق ومش عارف أبطل تفكير. سألناه ليه؟ قال: عشان قبل ما أنام فضلت أتفرج على أخبار تخوف. فالراجل اللي كان قاعد جنبه قال: غريبة، أنا كمان شربت قهوة قبل النوم بس نمت أحلى نوم. كلنا سألناه إزاي؟ قال: عشان أنا عندي عادة بعملها بقالي سنين، بقفل الموبايل بتاعي وامسك كتاب المقدس واقرأ شوية من الإنجيل واصلي وانزل انام. سالناه: هو ده بيفرق؟ قال: جدا، بيطلع كل القلق من دماغي. انا اتعودت على كده من وانا صغير، ابويا كان بيجمعنا كلنا قبل النوم وبيقعد يقرا لنا من الانجيل، وكبرت وبقيت اعملها لنفسي، حتى لو مسافر او تعبان لازم اعملها. امبارح قبل ما انام قرات بصوت عالي ونمت وصحيت وحاسس ان قلبي مرتاح. وبص الراجل الاول وقال له: انت مليت دماغك قلق قبل ما تنام وانا مليتها راحه بال. قدامك اختيار، هتختار تملى دماغك بايه؟ وخد بالك يا صديقي العزيز، دي قصة حصلت مع ناس بتقرأ الإنجيل، والمسلمين عندهم نفس الفكرة برضه، بس بيعملوها بالقرآن والصلاة، وقبل ما يناموا بيمسكوا مصحفهم ويقرأوا الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي ويصلوا ركعتين ونسلم أمرنا لله وننام. الموقف التاني الدكتور نورمان بيقول فيه إن الكلام اللي بتقوله لنفسك بيرسم مودك. يعني مثلا لو فضلت تكرر: انا متوتر، انا خايف، الدنيا صعبه، طبيعي هتحس ان انت مخنوق ومش عارف تنام. والحل بقى مش انك تعاند مع دماغك، الحل انك تديها حاجه تانية تشتغل عليها. جرب قبل ما تنام تقول جمله واحده بس بقلبك: يا رب انا سلمت امري ليك. مش لازم خطبه ولا كلام كبير، هي جمله صغيره تقولها قبل ما تقفل عينك، هتلاقي ان دماغك بتفك لوحدها وتحس ان في حد شايل عنك. الموقف التالت بيقول: قابلت راجل صاحب شركه كبيره، بس كان شايل الدنيا على دماغه، عصبي ومش بينام ومزاجه متقلب. قال لي: نفسي ارتاح بس مش عارف ازاي. فاتكلمت معاه شويه فلقيته عايش في خوف من صغره على كل حاجه، خايف على شغله، على بيته، على بكره، فبقى عايش في توتر طول الوقت. وفي الاخر قلت له: تحب نصلي سوا؟ قال لي: تمام موافق. حطيت ايدي على كتفه ودعيت: يا رب اشفي الراجل ده وابعد اللي مضايقه واملى قلبه بالسلام. بعد الدعاء الراجل دمع وقال: انا مش عارف حصل ايه، بس حسيت براحه ما شفتهاش من سنين. وبعد شهور قابلته تاني وقال لي: من يومها وانا اتغيرت، بقيت اقرب من ربنا وبقيت هادي وسعيد عشان السلام دخل قلبي. الخلاصة يا صديقي العزيز، دماغك زي الكوباية بالظبط، لو مليتها قلق وأخبار وكلام سلبي هتتضايق، ولو مليتها بالدعاء والقرآن وعشر دقايق صمت هترتاح. الموضوع مش محتاج معجزة، الموضوع محتاج إنك كل يوم تاخد دقيقتين بس قبل ما تنام وتفضي فيهم اللي جواك كله لربنا. قول له: يا رب أنا تعبان، يا رب أنا مش عارف أعمل إيه. ولما تعمل كده هتصحى الصبح وحاسس إنك أحسن، هتفهم إن اللي كان تعبك مش الدنيا نفسها، اللي كان تعبك هو الصوت اللي جواك اللي ما كانش بيبطل كلام في دماغك. فضي دماغك وسيب ربنا يملاها. ابدأ النهارده حتى لو بدقيقة واحدة، ومع الوقت هتحس إن نومك بقى أهدى وبالك بقى أروق ويومك أخف. وبكده يكون خلصنا الجزء الأول من كتاب قوة التفكير الإيجابي. لو عجبك الفيديو شاركه مع أهلك وأصدقائك ودعمنا بلايك عشان يساعد في انتشار الفيديو لأشخاص أكتر. ولو عايز تكمل معانا وتستفيد أكتر يشرفنا اشتراكك في القناة. وهشوفك في الفيديو القادم مع معلومة جديدة ممكن تغير حياتك للأفضل. سلام عليكم.